باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الهدايا أو من الكنوز اللي سابها المسيح لينا علشان تقدر تعيش روحيا ونفسيا مسنود في الحياة الصعبة اللي احنا عايشين فيها، حاجة اسمها الوعود الإلهية. بقول لك هدية وكنز. والإنسان اللي فكرة الوعود والعهود الإلهية دي في دماغه باستمرار إنسان مختلف. بس علشان ما دخلش النقط في بعضيها هحاول النهاردة أديكم مقدمة دراسية. الوعظ في السلسلة دي هيبتدي من المرة الجاية، بس لازم أبتدي معاكم سلسلة دراسية تفهموا فيها يعني إيه وعد وفكرة الوعد. أوكي؟ فاستحملوني إن النهاردة الموضوع دراسي شوية لكن برضو روحي، والمرة الجاية هنخش في التفاصيل بتاعته. بص يا أولاد، أول حاجة عايز أتكلم عنها صفات وعود الله. أول صفة في الوعد أنه مفرح جدا. تخيل إن أنا أب اعترافك وأعز عليك قوي، يعني مربيك من مثلا وأنت في ثالثة ابتدائي ودلوقتي بقى عندك 29 سنة وأنت عارف سفريات كتيرة وظروفي ملخبطة، وقلت لي كل اللي عاوزه منك يا ابونا إنك تحضر إكليلي. شوفوا في اللحظة بقول لك أوعدك مهما كان عندي مفيش حاجة هتأخرني عن إكليلك. رد فعلك إيه؟ فرحان؟ فرحان جدا، فرحان. الوعد كده، الوعد يفرح القلب. علشان كده ربنا قبل الصليب وداخل على حتة صعبة قوي بيقول لهم أنا داخل وهتبهدل وهتصلب، لكن في وعد سأراكم، يعني هقوم من الأموات فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. بالوعد ده اتسندت الكنيسة. فالوعد يفرح، الوعد يفرح، الوعد يطمن، لأن اللي حاسس إن مسنود على وعد الله مطمن. يبقى أول صفة هي إيه؟ الفرح والطمأنينة. أنا مطمن، ربنا قال شعور رؤوسكم ربنا قال إن نسيت المرأة رضعها، أنا لا، ربنا قال وإن كانت خطاياكم ربنا قال، ربنا حافظ وعوده. فمطمن. يجي الشيطان يدخل لي في منخر كده ولا في خرم كده ييأسني، افتكر وعود ربنا فترجع نفسيتي ايه؟ تعلى لفوق. يبقى اول حاجه وعد الله ايه؟ مفرح ومطمئن. 2، وعد ربنا ممكن نعتبره موتيف يعني حافز. يعني ايه حافز؟ اديكم مثل. في سفر الرؤيا في وعود ليها صفه كده، يحط ترم كود او شرط وبعدين الوعد: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المخفي، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب فسأعطيه هيكون لي عمود في بيت أبي. يعني في وعد، بس الوعد ده مرتبط بموت بحافز. يعني أديكم مثل تاني: أباكم سر أن يعطيكم، ده الوعد أهو، الملكوت. طب ده حافز لإيه؟ بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة. يعني ربنا هيديك السما بس انت مستعد تستغنى عن حاجه من اللي عندك لواحد محتاج اكتر منك. فالوعد بتاع السما بقى موتيف ان انا ادي. يبقى اول حاجه الوعد مفرح. نمره 2 الوعد بيدي حافز. زي ما اقول لكم ايه قالها في متى 19 المسيح قال ايه؟ اللي يترك بيت ويترك اهله من اجل الانجيل له 100 ضعف. فالموتيف هنا في 100 ضعف. يعني أنا لما بسيب من أجل الله أنا كسبان. يبقى أول حاجة الوعد مفرح. تاني حاجة الوعد يدي إيه؟ حافز. زي بالظبط بقول لك اسمع، أنت عارف إن أنا ما عنديش غير عربية واحدة، بس لو أنت جبت ال 98 ودخلت كلية الطب العربية دي بتاعتك أنت مش بتاعتي أنا. يعني يوم ما أجي أخدها منك هستأذنك أنت وأنت ابني. الوعد عمل فيك إيه؟ خلاك تواصل الليل والنهار، لان بقى فيه وعد بحافز. ربنا بيقول لي هيديني، يبقى اقوم بقى من الكسل. ربنا بيقول اعمل، يبقى لازم اشد حيلي.
فهمتوا؟ يبقى اول حاجه وعد ربنا مفرح، بس مشكلتنا هنعرف مشكلتنا مع الوعود. 2، احنا قلنا مفرح ومطمن. نمره 2 حافز. نمره 3 وعد الله صادق. يعني ايه صادق؟ الايه بتقول ايه؟ ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم، الرب ان قال فعل. كلمه اللي تطلع من بق ربنا ده ما بص، يعني بص، انا ممكن اكون بوعد ان انا احضر فرحك وانت فرحت، بس عشان انا انسان محدود وجالي مرض مفاجئ ودخلت مستشفى وعملت عمليه ما قدرتش احضر فرحك، لان انا كانسان ممكن وعدي ما اقدرش احافظ عليه. لكن الله ضابط الكل، اللي كان بيخلق بالكلمه يقول كن فيكون. يعني خلق الدبابات اللي على كل الحيوانات دي بكلمه، كل الزروع دي، كل البحار، كل الاسماك بكلمه. يبقى ازاي ربنا وعده ما يكونش صادق؟ وعد ربنا صادق، ودي بتطمني انا يعني مثلا ربنا ادانا وعد قال ايه؟ اذا اجتمع 2 او باثمي، 2 أو 3 باثمي هناك اكون ايه؟ في وسطهم. بس مش 2 بينموا، اوكي؟ او 2 يعني فاهمين الفكره؟ قال 2 بايه؟ باسمي. علشان كده كانت القديسين عايشه الوعود. احكي لكم حكايه صغيره عن ابونا ميخائيل ابراهيم. كان في خادم اسمه جورج زمان، او بقى اسمه ابونا جورجيوس عطله، قلت بيخدم في امريكا حاليا. كان بيحكي الحكايه دي، بيقول انا لما كنت اروح وازور ابونا ميخائيل في بيته، كان ابونا ميخائيل يقول زرنا المسيح يا حبيبي، زرنا المسيح. فانا كنت اخجل قوي، هو انا المسيح؟ يعني بنقولها لابونا، ابونا لما يجي نقول له زرنا المسيح يا ابونا، بيقول له انت ازاي انا خادم عادي وتقول لي زرنا المسيح؟ يقول له لا، انا ما بتكلمش عليك انك انت المسيح، انا بتكلم على الوعد الصادق اللي قاله المسيح. قال اذا اجتمع 2 أو 3 باسمي فاكون في وسطهم. فانت جيت وبتتكلم معايا عن الخدمه بتاعت المسيح، يبقى المسيح جه معاك ولا ما جاش؟ جه. يبقى ثقته في صدق الوعد خلته يحس ان ربنا قائم في هذه الزياره. القديسين كانوا عايشين الوعود. يعني هو قال كده، فالوعد كانت الناس عايشاه. احنا قلنا 3 حاجات في الوعود، هو في نقط كتيره قوي بس مش هفتح الموضوع. انا بقول ايه؟ اول حاجه في الوعد انه ايه؟ نمره 2 احنا مفرح معاها مطمئن. 2 حافز محفز. 3 صادق. مشكلتي فيا انا بقى في الوعود ايه؟ انا قلت اول 3 صفات، الموضوع دراسي شويه. انا هتكلم مشكلتنا احنا مع الوعود ايه. اول مشكله ان انا مش عارفها، بدليل التعاسه والضيق والتعب والمعاناه اللي احنا عايشينها. لانك انت لو فاكر وعارف الوعد كنت هيبقى فرحان دائما، متحفز، مش دائما يعني في معظم الاحيان عشان ما احبش المبالغه، لكن هتكون فرحان وهتكون متحفز وهتكون واثق ثقه مطلقه في وعد ربنا. امال مشاكلنا جايه منين؟ بنبص للي في جيبي وببص فاضل كام يوم في الشهر، عقلي بيقول لي ان اللي في جيبي مش هيكفي، بس انا نسيت وعد قاله. وعشان نسيت الوعد، بدل ما افرح واصدق وبدل ما يكون عندي حافز، انا اتطفيت، لان بقيت اشوف المشكله من غير وعده. والحياه من غير وعود الله تبقى صعبه جدا. وعشان كده قلت لك ان وعود ربنا هديه وكنز، بس انا مشكلتي ان انا مش عارفها. بقرا الكتاب المقدس، ده في واحد ما بيقراش اصحاح الا من كل اصحاح يطلع وعد. ده ما فيش مزمور من المزامير ما فيهوش وعد. لو انت بتصلي، لو انت عميق وماسك كتاب مقدس ومعاك قلم رصاص كده وبتدور على وعود ربنا، بقول لك ما فيش اصحاح، ممكن يكون اصحاح في اسماء يعني فوتوا ده، لكن بصفه عامه معظم الاصحاحات تحمل وعد مباشر او وعد غير مباشر، ومعظم المزامير تحمل وعود الهيه، بس انا مش عارفها. عشان كده تعيس، ناسي ابويا وعدني بايه، فوعده ما بقاش في دماغي ولا في قلبي، فبشوف المشكله اتكعبل جواها. يبقى نمره 1 انا مش عارفها، انا جاهل كتاب مقدس الحقيقه، وده عيب فينا. لو انت بتقرا كتاب مقدس بتركيز هتلاقي وعود ربنا اللي تتسند عليها. اول مشكله اني مش عارفها. تاني مشكله عارفها ومش مصدقها. هتقولوا ايه ده؟ عارف الوعد مش مصدق؟
على سبيل المثال تكون انت في وضعك كده مهزوز فيه، فانت نازل من السلم ومتقدر وكل علامات الضيق على وشك، فماما الست الطيبه القديسه دي البركه بتقول لك يا حبيبي سيبها على ربنا، ده هو قال عنده 5 عصافير، ده وعدنا ان عنده 5 عصافير ما لهمش ثمن، وقال انتوا احسن من العصافير وشعر راسك. ترد على ماما تقول لها ايه؟ بقول لك ايه، بطلي وعظ، خليكي في اللي انت فيه. يعني ربنا بعت لك واحد يفكرك وانت بتستخف بكلامه اللي هو كلام ربنا اللي هو الوعد. عارف ليه؟ عشان انت مش مصدق. فاول مشكله بتقابلني في وعود ربنا انا مش عارفها، تاني مشكله ان انا مش مصدق. اطمن ربنا مش هينساك. مش هينساني؟ ده سايبني بقاله 5. امال لو كان نساني كان عمل فيا ايه؟ برتد انا على ربنا بقى. انتوا معايا ولا كلام صعب؟ احنا قلنا اول مشكله مش عارفها، وده بقى جهل بقى ما بعده جهل. 2 ان عارفها بس ايه؟ مش مصدقه. بدليل اطمن يا ابني، روح. انا بقول لك اطمن ازاي بس يا ابونا؟ اقول لك اطمن ازاي يا ابني؟ ربنا مش هيسيبك. ابونا قال لك ايه؟ ما قاليش حاجه، بالرغم ان ابونا قال لك بس انت ما كنتش عاوز، انت عاوز تسمع حاجه تاني، حل عملي، لكن الوعد دي مش راكبه معاك. 3 مشكله لينا مع العهود حاجه اسمها زمن تحقيق الوعد. احنا عندنا مشكله ندوس على زرار على الانترنت يجيب لنا جوجل، ندوس على زرار يجيب لنا يوتيوب. ربنا الحقيقه سياسته مش كده. فانا لما اروح ماسك الوعد اقول له ايه؟ انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ اطلبوا تجدوا. اطلبوا تجدوا. اطلبوا تجدوا فين؟ طب ندعى، طب اي حاجه. لا، خلي بالك ان وعد ربنا مع ابراهيم كان صادق بس اخذ 25 سنه، ووعد ربنا مع يوسف كان صادق بس اخذ منه 12 سنه. ففكره الزمن بتقفلك من فكره الوعود. يبقى 3 مشكله معانا مع ربنا في الايه؟ في الوعد ايه؟ الزمن، اللي هو انا بطلب وعاوز رايت ناو. يعني ايه رايت ناو؟ يا رب انت وعدت قلت كذا 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 دلوقتي. لا، ربنا ما عندوش دلوقتي. ربنا وعده صادق، وعده حافز، ووعده مفرح، لكن مش انت اللي بتحدد الوعد يتمم ازاي. فاهمين الفكره؟ اكبر دليل على كده مشهد حصل في سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا يوحنا شاف نفوس شهداء، فهو الشهداء دول معاه في السماء في الفردوس، فبيقولوا ربنا ايه؟ انت قلت وعد لي النقمه انا اجازي يقول رب الجنود. فبيقولوا يا رب لغايه امتى ما تنتقمش من الدم اللي مغرق شوارع روما؟ انت وعدت انك انت اللي هتنتقم. مش شايفين اله متفرج، لكن ما شفناش اله منتقم. زي ما انت قلت لي النقمه، يعني انا اللي هنتقم مش انت اللي تنتقم. انا سبتها لك اهو، انتقم بقى انت بقى. هو انت لا تنتقم ولا تخلينا ننتقم؟ ما هو نقسمها. طب يا رب اعمل حاجه. يقول لهم لا 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 لا، استنى شويه. انا كلامي صادق، ولما اقول لي النقمه انا اجازي هيكون لي النقمه. بس دول اللي موجودين ادوهم ثياب بيض وخليهم يرتلوا ويسبحوا ويفرحوا بيا، وفي يوم من الايام قد يكون بعد 2000 سنه في المجيء الثاني وعد هيتحقق. فدي 3 مشكله بيننا وبين ربنا في الوعود الالهيه، التايمينج، ودي صعبه ما اخبيش عليكم. 4 رابع مشكله بيننا وبين ربنا في الوعود الالهيه الشخصنه. عارفين يعني ايه الشخصنه؟ صعبه. يعني ايه الشخصنه؟ يعني ايه؟ بغلق الوعد على حدث او على شخصيه. تاني ربنا على سبيل المثال في ايات في العهد القديم بتقول كده ان اي حد من مسكم مس حدقه عينه، يعني اللي بيلعب معاك دوت كانه حط صباعه في عينه وفقعها. واخد بالكم؟ ففي وعد اهو. المدير بتاعي مطلع عينيا ولسه بعينينه الاتنين. طب امتى هتحقق وعدك؟ هنا مش بتكلم على فكره الزمن، فكره الشخصنه. زي ما كنت بجاوب اخوكوا
اسمع يا رب، انا حافظت على البارت بتاعي من العهد والوعد ان انا بطلت الخطيه الفلانيه، فين قريني؟ لا دي شخصنه. عارف يعني ايه دي شخصنه؟ يعني اوقات بقفل الوعد عليا انا في حاله او حدث معين، واقول ربنا وعدني هيجيب حقي، قال كده ان هو اذا صرخ المظلوم سمع الرب، وجاري ظلمني في القضيه واخد الشقه بالتزوير بعقد مزور وانا مش عارف اجيب شقه، فين ربنا؟ وربنا ما حققش الوعد، لا ما هو في وعود تانية ان حتى لو اتنازلت ربنا هيعوضك بحاجه تانية، مش ضروري الشقه دي، بس انت شخصنتها. فابتديت تصطدم مع ربنا ان ربنا ما بيحققش الوعد عشان انت شخصنته. عارف يعني ايه شخصنته؟ يعني مثلا انا هتخيل قصه حصلت ان واحده عندها اوفر 60 ومش مرتبطه، وبعدين جت فبتقول لي امتى ربنا يحقق وعده؟ قلت لها وعده ازاي يعني؟ قالت لي ارتبط. فانا مش عارف القصه، بس احكي لكم الحكايه بس عشان تفهموا يعني ايش القصه دي. قديمه قوي، مش فاكر مين، وانا حد ما اعرفوش حتى. فقالت لما كان عندي 22 سنه قلت له يا رب انا هرتبط ولا مش هرتبط؟ وعايزه وعد الهي. ففضلت اصلي ورحت فتحت الكتاب المقدس مره واحده لقيت قصه ارتباط ساره بابراهيم، فقلت خلاص الوعد، بس احنا مستنيين. فالحقيقه الايام جت وما كانش ليها نصيب في الجواز، بس هي شخصنه الوعد، لان وعود الله العامه من اجل البنيان الروحي. انا لا انكر ان هناك وعود خاصه مع بعض الافراد، لكن القاعده العامه ان احنا مش بنشخصن الوعود ونوجهها طبقا لاولويات او طلبات مترتبه في دماغنا. حد فهم حاجه ولا صعب عليكم كلام النهارده؟ صعب عليكم. احنا قلنا مشكلتنا مع ربنا في الوعود اكتر من مشكله. المشكله الاولانيه مش عارفها، المشكله الثانيه مش مصدقها، المشكله الثالثه عنصر الزمن، المشكله الرابعه عنصر الشخصنه. كفايه عليكم كده، كفايه عليكم كده. مواضيع اصل انا قاري وشكم يعني فاصلين مني شويه الليله دي، بس المواضيع هتبقى بقى نتكلم على وعود ربنا هتبقى حلوه قوي المره الجايه. طيب عشان وقتنا، انا مطلوب مني ايه قدام وعد ربنا او وعود ربنا اللي هلاقيها وانا بحفر في الكتاب المقدس، اللي هلاقيها وانا بصلي مزمور؟ هقول لكم 3 حاجات بس ونروح، وكل حاجه في 3 دقائق. اول حاجه احفظ، تاني حاجه صدق، تالت حاجه روحانيه واقعيه. بس هشرح لكم واحده واحده. اول حاجه احفظ. يعني ايه احفظ؟ فاكرين النبوة اللي اتقالت للست العذراء مريم في لوقا 2؟ شوفوا الكتاب المقدس بيقول ايه. اما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام في قلبها متفكرة به. جالها وعد ان انت هيجوز في نفسك سيف، وهذا وضع لعلامة تقاوم وهي علامة الصليب، ولكن عليه خلاص الأمم كلها. لما الوعد ده اتقال لها كنبوة ليها، هي فضلت بتحفظه ومتفكرة به. فأول حاجة تعملها احفظ وعود ربنا وكررها عشان وقت الزنقة تلاقيها، لأن معظمنا في وقت الزنقة بينسى الوعود فيفترسنا الشيطان ويشككنا في ربنا سايبكوا ليه. احفظ وفكر، احفظ وتأمل. على قد ما يا ريت ده يكون واجب ليكم في الصيام الجاي، ابتدي اقرا الانجيل كده وانت عينك على وعود ربنا ليك، وعود ربنا للكنيسه، وعود ربنا في الحياه الروحيه. اول حاجه احفظ من فضلك وما تنساش. احنا بنحفظ وبننسى، علشان كده وقت الزنقه ما بنلاقيش اللي نتسند عليه. يبقى اول حاجه احفظ وعد ربنا. اتفقنا؟ متفكرة بيه في قلبي يعني ايه؟ يعني كل شوية بفكر نفسي باللي اتقال لي واللي قريته واللي سمعته. شعور رؤوسكم محصاة، شعور رؤوسكم محصاة، شعور رؤوسكم. لما ربنا يقول ان مفيش شعرة هتنزل الا باذني، يعني ربنا عارف. فحتى لو انا صلعيت يبقى ده باذنه وبموافقته. فاهمين؟ انا واثق، انا واثق. مين حصل معاه الموضوع ده؟ ابونا بشوي كامل
لما كان مع تاسوني في انجلترا، و انا نسيت تاسوني انجيل، لما هو كان صعبان عليها من الالم فابتدت تدمع، فهو كان نتيجه الكيموثيرابي اللي بياخده ابتدى شعره يقع، فهو قال لها افتحي ايدك كده، ففتحت ايده. يعني المفروض بقى يتمسك بالوعود، اشفيني يا رب المحتاجون الى شفاء، شفاهم، بس هو كان ليه بعد روحي ابعد من كده، مش مهم الشفاء الجسدي. فمسك الشعر كده اللي بيعمله كده بيطلع بسهوله قوي، ده بيحطه في ايدها. عارفه بيقول لها كده، عارفه مفيش شعره نزلت الا باذنه، احنا كلنا مكتوبين جوه قلبه. يعني متمسك باي وعد، مش وعد انه يشفيه، يعني ما شخصنش الوعد، فين وعدك يا رب بشفائي؟ عمل حاجه تانية خالص، انا واثق في رعايتك ليا حتى لو ما كانش ليا شفاء، لانك انت قلت ما فيش شعره بتنزل الا باذنك، فحتى الشعره دي نزلت باذنك، وعشان كده انا واثق فيك. شوفوا هو عمل ايه في الوعد، شوفوا هو فهمه باي مستوى من الرقي الروحي. ده غير الشخصنه مختلفه تماما. فهمت ولا الحته دي صعبه شويه؟ اوعدكم المره الجايه هتبقى اهدى. نمره 2، صدق. اكتر حاجه تزعل ربنا او تزعلني انا مع ابني، بقول له انا لو عملت كذا كذا هجيب لك كذا كذا. بجد يا بابا؟ يا حبيبي بجد. يعني مش بتضحك عليا؟ لا ما بضحكش عليك. بجد يا بابا مش بتضحك عليا؟ طب هطلب منك طلب يا بابا، ممكن تكتب لي الوعد ده وتمضي لي عليه ونجيب ماما شاهد؟ امشي يا واد، ده انا بابا. انت بتفكر فيا كده ازاي؟ علشان كده تاني حاجه انك انت لازم تكون مصدق. يعني ايه لازم تكون مصدق؟ ربنا ما ينفعش نقول له بجد، ده ربنا. مين انا عشان اقول له بجد او اثبت لي؟ الصدق او الايمان بوعد الله هو ده اللي بيخليك تعيش الوعد جواك ومصدقه، لانك انت عندك ايمان في اللي بيقوله ربنا. يعني ايمان التلاميذ باللي قالوا المسيح هو اللي اداهم الموتيف ان هم يمشوا في العالم كله يكرزوا باسمه. من الحاجات التانية ايمان الكهنه. انا ليه بقول الكهنه؟ لان الكهنه في اليوم الواحد يا حبيبي انت بتيجي تحكي لابونا مشكله، انت فاكر نفسك ان ابونا سمع المشكله دي؟ ابونا في اليوم الواحد بيجيله مشاكل كتير قوي، منها مشاكل يعجز العقل ويعجز الفكر حتى عن التعامل معها، مش حلها. طب ايه اللي بيخلي ابونا ماسك نفسه؟ مصدق في الوعد ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين هم يحبون. خير منين؟ ده الراجل طلع معاش من هنا كان بيقبض 12,000 جنيه بقى معاشه 2,800 جنيه، تاني يوم رجل مراته تتكسر ويطلع بره التامين بتاع الشركه. طب ما كان ربنا كسرها قبلها بيوم. ده الناس بتقول كده يعني. لا، كل الاشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. طيب ازاي ده على نص درجه؟ كل الاشياء تعمل بالخير الذين يحبون الله. يبقى الكاهن والخادم اللي مسنود على وعود ربنا ومصدقها بيبقى عنده قوه، يعلم كيف يدبر الله الامر حتى لو مش على هوايا ولا على هواك انت. يبقى لازم تكون مصدق. احنا قلنا نمره 1 لازم تكون ايه؟ حافظ ومتفكر. 2 لازم تكون مصدق. وافتكروا الآية اللي بتقول الله ليس بإنسان ولا ابن إنسان، ربنا مش بيكذب. أنا كل ما أتخيل إيه اللي كان عند الأنبا أنطونيوس عشان يشيب النيل ويروح الصحراء لوحده. يا جماعة الصحراء دي كلها تعابين طريشة. إزاي الأنبا أنطونيوس ساب كل ده لغاية لما وصل لمكان الدير بتاعه؟ إلا إذا كان مسنود على حاجة واحدة، وعد ربنا، بس كان مصدق وقامته كانت تجيب كده. احنا قلنا نمرة 1 تحفظ، نمرة 2 ايه؟ تصدق. نمرة 3 الروحانية الواقعية اللي هي ضد الشخصنة دي. عايز اشرحها لكم شوية. يعني ايه روحانية واقعية؟ بصوا يا جماعة، كل وعود ربنا مفرحة مش كده؟ بس خلي بالكم من حاجة قال في العالم سيكون لكم ايه؟ وبعديها قال ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. قال في ناس هتضطهدكم. اصل في ناس لما بيقول لك ايه؟ في وعد الهي، الوعد الالهي بيقول ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها. صح، فسر لي كيف اختفت المسيحيه من تركيا، فسر لي
كيف اختفت المسيحية من، فسر لي عدد الكنائس اللي اتحرق واتقتلوا المسيحيين جواه على مستوى العالم في اضطهادات، فسر لي فين الوعد؟ فين الوعد؟ اقول لك لا، الوعد موجود، بس انت بتاخد حته تريح ضميرك او تريح نفسيتك وبتنسى الحته الثانيه. قال سيكون لكم ايه؟ ضيق، ولكن ثقوا انا ايه؟ القصه بتاعت اللي انا قلت لسه حكيها لكم في سفر الرؤيا، قاعدين يقولوا لغايه امتى؟ يقول لهم هيجي الوقت تطمنوا لان انا صادق بس مش دلوقتي. ففي حاجه مهمه قوي، حاجه اسمها كمان الواقعيه، لان في واحد بياخد الوعد ويطير، لا، الوعد معاه التزام، الوعد معاه شرط، الوعد معاه حاجات تانية. اديكم مثل تاني. احنا اتفقنا ان وعود ربنا للتلاميذ هي اللي ادتهم القوه ان يكرزوا، مش كده؟ هو المسيح كان عاجز ان ينجيهم من الموت؟ طيب هقول لكم على وعد بقى، ويعني ايه ناخده بواقعيه وروحانيه. يعقوب وبطرس الاثنين مسجونين في السجن، والمسيح قال كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنون تنالونه. ولو عندك ايمان مثل حبه الخردل وقلت للجبل اتنقل، الجبل يتنقل. انتوا معايا في الحته دي؟ خليك معايا. بطرس ويعقوب الاثنين محبوسين في السجن، والكنيسه يعني التلاميذ، وممكن نقول العذارى منهم الست العذراء مريم، كلهم بيصلوا من اجل نجاه مين؟ والمسيح قال ايه؟ وعوده بقى صادقه، ثقوا انا قد غلبت العالم. الحقيقه يعقوب اتذبح وبعدها بيومين بطرس خرج. طب احنا مش فاهمين؟ لا، ما احنا فاهمين حاجتين، ان وعد الله صادق وارادته صالحه، وربنا بيعمل الخير في كل الاوقات. فلو انا واثق في الوعد من كل الاشياء تعمل الخير الذين هم من يحبون الله، يبقى الوقت ده ليعقوب هو الوقت المعين من قبل الله عشان يخش السماء، والوقت المعين لبطرس في الكرازه هياخد وقت اطول. فاحنا مش عاوزين ناخد نص الوعد ونسيب نص الالتزام. يعني ايه؟ يعني زي الايه اللي قلت لكم عشان ما الخبطكمش بايات تانية. في العالم سيكون لكم ايه؟ خلي بالك، في العالم سيكون لكم ضيق، ديت تتعارض مع بعض الوعود الالهيه. على الركب تحملوا، ده في بقى في اشعياء يقول لك هحطك على الركب وهشتكك لفوق وانزل، ده في دلع قوي 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 في اشعياء. طب منين يا رب في ده؟ قال لك لا، اقرا الكتاب المقدس كله، لان في وعد بالقيامه بس في صليب هتمر عليه، في وعد بالفرح بس في باب ضيق هتخش منه، في وعد بالسلام وفي وعد بامكانيات كبيره قوي جوه نفسيتك انت لسه ما اكتشفتهاش في نفسك، بس لازم تخش معايا من الباب الضيق. فخلي بالك، اوعى تقص الوعد وتطير من غير ما تاخد الباكج على بعضيها. هو دي اللي بيخلي ان الكنيسه في رؤيتها الموضوع الوعود دي موضوع واقعي. يعني ايه موضوع واقعي؟ الوعد بيسندني ومحتاجه بس لازم اكون عارف ان في حاجات تانية، مفيش شيطان واقف بيتفرج، ده الشيطان بيحاربني، في ضعفات فيا بتخليني اقع. انا طولت عليكم ولخبطتكم، صح؟ اتلخبطتوا؟ طب احنا اتكلمنا 3 حاجات عن الوعد، انه مفرح ومطمئن، 2 محفز، 3 صادق. وبعدين قلنا مشكلتنا مع الوعود ايه؟ 3 مشاكل ولا 4 قلناهم؟ 1 يعني مش عارفها، 2 مش مصدقها، 3 الوقت، 4 بشخصنها. فهمتوا؟ مش مهم يعني، المهم نفهم المرة دي عشان هنبني عليه المرات الجاية. بعد كده اهو قلنا مطلوب مني 3 حاجات، 1 احفظ، 2 اصدق، 3 روحانية واقعية. يعني مش بناخد وعد وطير، لا، انا باخد وعد وبعيش بيه وعارف ان ليه مقابل وليه شرط وليه ثمن. ده بقى اللي هنناقشه في المرات الجايه. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والابد امين.